بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير متابعي برنامج حديث الشارع. اهلا وسهلا بيكم. النهارده معاكم ابتسام الصعيدي في واقعه في بولاق الدكرور. احنا النهارده في مدينه عامر ومعانا ولي امر وابنه احمد. زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي واقعه صعبة جدا للغاية. عايزة اقول لحضراتكم ان الولد مش عايز يروح المدرسة بسبب ان المدرس قال له شيل الزبالة اللي في الحوش. وفي نفس الوقت اللي حصل بعد كده هتشوفوه بعينيكم معانا. خليكم معانا وشوف ايه اللي حصل من مدرس اللغة الإنجليزية لما أحمد رفض يلم الزبالة من الحوش. مساء الخير، معانا والد أحمد دلوقتي أستاذ علي. أهلا بيك. قول لنا دلوقتي يا أستاذ علي ايه حصل بالظبط. انا يوم الثلاث كالعادي احمد في المدرسه، فلقيته جاي في البيت. المفروض ان هو بيبقى عنده درس بعد المدرسه، فلقيت والدته بتتصل بيا، الواد جاي منهار وعمال يعيط ووشه محمر. فبقول لها خير، في عامل مشكله مع حد؟ احمد مش بتاع مشاكل. قالت لي لا، ده هو مشكله في المدرسه. فقلت لها طب ابعتوه لي. فعلى بال ما جاني احمد من البيت للمدرسه لحد الورشه، كان الوقت بتاع المدرسه عدى لان كان ساعه خروج. فبقول له ايه اللي حصل معاك؟ قال لي ده المدرس الانجليزي. المدرسه في بلاد دكرور مدينه عامر. فبقول له طب ايه اللي حصل؟ في ايه اللي عمل في وشك كده؟ فبيقول لي المدرس بيقول لنا لموا الزباله. لما بقول له مش هلمها، مش شغلتي اللي انا الم الزباله. فقال له خلاص لو ما لمتوش الزباله انا هاكلها لكم. فالمدرس مد ظهره وهم بيهزر هو واصحابه. مدرس انجليزي، لغة إنجليزية. لغه انجليزيه. فالمدرس واقف مد ظهره، فالعيال بيهزروا مع بعض، الطلبه مع بعض في الفصل. فهو عدل وشه لاحمد ابني بيزق صاحبه، بيهزروا مع بعض، راح مديله في صدره كذا لقوميه في صدره، راح مديله بالاقلام لحد ما خلى وشه خدوده دي كانت من هنا محمره من الاقلام. زائد ان هو كمان مأثرت على ودنه. الكلام ده أثرت. كان من امتى يا أستاذ؟ الكلام ده كان يوم الثلاث اللي فات. انا يوم الاربع على طول طلعت على المدرسه. تاني يوم ما رحت على المدرسه، رحت عملت تقرير طبي؟ رحت عملت تقرير طبي. انا ما عملتش تقرير طبي، انا رحت المدرسه الاول. رحت المدرسه الاول عشان اقابل المدير، عارف المشكله في ايه. موضوع التقرير الطبي دي، انا وانا راجع من المدرسه لقيت الواد بيقول لي انا ودني مش سامع منها. بعد ضرب المدرس؟ بعد ضرب المدرس وانا جاي وانا خارج انا ووالدته وهو. فبيقول لي انا وداني وجعاني مش عارف، حاسس بصفاره. فانا دخلت المدرسه للمدير عشان اقابله، الباب مفتوح عادي ساعه دخول المدارس. فانا داخل للمدير عشان اقابله، قابلني مدرس في الوش، انا ما اعرفش ان هو مدرس. وامر حضرتك، قلت له انا عايز اقابل المدير، عندي شكوى. فقال لي شكوتك انا احلها لك. قلت له حضرتك يا فندم لو سمحت انا عايز اقابل المدير. فبكلمه بصوت واطي، ففضل يتحاور معايا لحد ما وصلني ان صوتي عالي واتعصبت. يا فندم انا عايز اقابل المدير، مشكلتي لعم مدرس، ما انا هقابل المدرس واروح له على طول، لكن انا عاوز اقابل المدير. ففضل معنجف معايا، فضل معنجف معايا وشدد معايا. المدير الطريق كان واقف قدامي، هو بتاع حوالي 7 من المدرسين. فبعد ما قعدت ازعق معاه راح محولني للمدير وهو واقف في الوش. قال لي المدير واقف في وشك؟ قلت له يعني المدير واقف في وش حضرتك؟ قول لي ان هو واقف في وشي، لا اما تدخلني المكتب ليه، انا عاوز اقابل يعني المدير. كل دي محاولات ان حضرتك تدخل لمدير انا عاوز اخش لمدير المدرسه وهو مش عايز يدخلك. اه المدرس المدرس مش عاوز يدخلني. فلما دخلت للمدير، انت صوتك عالي ومش صوتك عالي، ولقيته راح مديني في صدري. فبقول له حضرتك انا جاي بقدم شكوى تديني في صدري؟ انا جاي ابني في مشكله وجاي بقدم شكوى عليها، هتديني في صدري ليه؟ انت صوتك عالي ومش صوتك. قلت له انا صاحب حق، انا صاحب حق، انا ما يبقاش حصل ابني اي تعدي من ناحيتك على المدرسين؟ اطلاقا. انا داخل معايا مراتي ومعايا ابني، انا اكتر ان صوتي عالي، اه مفيش اكتر من ان انا صوتي عالي، لكن مديت ايدي على حد لا. انا المدير اداني في صدري، المدرس اداني بالرجل واداني بالقلم وهني باهانه غير كويسه. كلام ما ينفعش اقوله على الهوا، ما ينفعش اقوله للناس. كلام بالام وكلام بالاب وكلام بسب الدين. ده المدرس ومدرس تاني مدرس الانجليزي. وبعد كده راح اللي مسك عمل في ابنك كده. وراح مسك احمد ابني كده بعد ما ضربني تمام. وهني بيقول له اهو ابوك اللي انت جبته اديني هنتهولك. حصل يا احمد؟ ومدرس تاني هات الحبل نكتفه. قلت لهم طب خلاص اتصلوا لي بالشرطه، لا اما كلموني امن الدوله جيبوها لي هنا، هاتوا لي حكومه هنا تحل لي حقي. لو انتوا ليكوا حق خدوه، لو انا ليا حق اخده. فراح المدير نتش من ايدي التليفون بتاعي لما لقاني بتصل بالشرطه. فهو في امين شرطه كان داخل يدخل ابنه المدرسه، هو دخل اتحمى فيه. فقعد عشان يحل معايا. قلت له يا فندم انا عايز اعمل محضر،
انا مش هتنازل عن المحضر. فبعتوا لي حد من الاداره بشؤون الاطفال، يا فندم طب ايه احنا نحل، طب نراضي الموضوع. قلت له لو سمحت، انا الموضوع وصل لاهانه امي ومد الايد وشتيمه واهانه العيل قدام مراتي وقدام كل زملاته في المدرسه. كل القصه كل اللي دي حصل بسبب ان هو قال لابنك لم الزباله وقال له لا. تمام. اه قال له لم الزباله، قال له لم الزباله والولد رفض. قال له لو ما لمتوهاش انا هاكلها لكم. فانا يعني انا مدرس اللغه الانجليزيه ازاي يتدخل في حاجه زي كده، قصه زي كده ازاي يقول لك؟ ما هو انا سالت كل المدرسين. لا ما هو انا سالت كل المدرسين في السؤال ده لما هم بقى ايه عايزين يحلوا معايا وبعتوا لي حد من الاداره التعليميه. قلت له حضرتك هو وزير التربيه والتعليم سامح بضرب الاطفال؟ قال لي لا. قلت له وزير التربيه والتعليم سامح بلم الزباله للاطفال؟ قال لي لا. قلت له خلاص دي شغلانه عمال تانية مش شغلانته هو، دي مش شغلانته هو عشان هو يلم زباله. قال لي اصلك احنا عندنا نقص في العمال. قلت له نقص في العمال بتكملوا بالاطفال اللي في المدرسه. هو ده طالب رايح يقعد بورقه وقلم يذاكر ويمتحن وياخد واجبه وياخد امتحان وياخد بعد ويمشي ويسمع كلام استاذه، مش اكتر من كده. انا راجل صنايعي عندي ورشه، انا ما بقولش لابني في الشارع لم الزباله. ده راجل متعلم، ده راجل ده رايح مدرسه، راجل متعلم، راجل مثقف، راجل رايح حته تاني، واتمنى ان يكون في حته تاني، بس مش عارف اقول ايه. انا اقول لا اله الا الله. ما بقولوش تعالى لم الزباله في الورشه، انا اكتر ان انا ممكن اقول له ناولني حاجه، اسند لي دي، لكن ما بقولوش لم زباله، ما بقولوش شحم ايدك وبهدلها. انا بحافظ عليه، انا عاوزه يطلع احسن من اللي هو فيه. يعني انا بس اخد راي احمد برضو في الموضوع كده، نديله المايك. اتفضلي يا احمد، ايه اللي حصل بالظبط؟ عشان انا برضو يعني باخد من الاطراف، وحق الرد حق الرد الاخر مكفول في اي وقت لو حب يرد. قول لنا كده ايه اللي حصل. يعني المستر يقول لنا كلنا لم الزباله، اللي ما يلمس الزباله اللي تحتيه اكلها له. بعدين كنا انا وصاحبي بنشد مع بعض. في نفس اللحظه اللي قال لك تلمي فيها الزباله؟ في نفس اللحظه. فهو شافني كنت بزق صاحبي، فناداني انا وصاحبي، اداله زغد كده في صدره واداله بالقلم، وانا بقى نزل بايده الاتنين واحد يديني في صدري وواحد يضربني بالاقلام. قمت انا سبته بعد ما يضربني. هو على طول بيقول لكم لموا الزباله؟ على طول الزباله. هو نفس المدرس ده؟ هو نفس المدرس. تمام. احنا عايزين برضو نقول دلوقتي انت في سنه كام دلوقتي يا احمد؟ تانية اعدادي. صح كده؟ بالنسبه لك انت كان في اي مشكله حصلت مع اي مدرس قبل كده؟ لا. اول مشكله تحصل؟ اول مشكله. المدرس ده اساسا هو في الفصل عندك؟ بيدينا انجليزي. هو قال لك اي وقت خد عندي درس وانت ما وافقتش ولا اي حاجه؟ لا هو ما قاليش. تمام. احنا عايزين بس يعني نشوف ايه اللي وصل مدى المدرس يقول لطالب لم الزباله، ولو ما لمش يقول له هاكلها لك ويحصل الموضوع ده كله. انا قبلها برضو كان احمد بيقول لي ان في مدرس عاوز يديله درس، فقلت له مفيش مشكله خد الدرس وروح عنده. فجي في مره، انا راجل على باب الله ارزاق، جيت في مره ال50 جنيه بتاعت الدرس مش معايا عشان اروح اديها له. يعني هو مره واثنين وثلاثه بياخدها من سته، بيروح لها 2 بالليل ياخدها مني عشان معيش فلوس، ومره ما اديتوش الفلوس. فلما ما راحش الدرس عنده، لما جيت تاني يوم المدرس قال له انا هنزلك في اعمال السنه. طب هي مال اعمال السنه ومال الدرس اللي بره؟ هي اعمال السنه بتتخص حضرتك بعملك في المدرسه. عايزين نقول كل اللي حصل ده، الواقع اللي حصل دي كلها كانت قدام شهود في قلب المدرسه، في قلب حوش المدرسه. في حد شاهد على الاخ كان معايا هناك على باب المدرسه. ممكن نعرف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا حضرتك يا فندم داخلين نفهم ايه الموضوع، داخلين نقابل مدير المدرسه. قابلنا الاساتذه اللي واقفين بره على الباب، استاذ عاند معانا لدرجه ان هو خلى علي والد الطالب ان هو كلمه بصوت عالي عشان يوصل الصوت للمدير جوه، ان هو يطلع يبص ايه المشكله اللي على البوابه او في ايه السبب الزعيق ده. انتوا رايحين ليه اساسا؟ احنا رايحين عشان نشوف ايه سبب ضرب احمد. رايحين نكلمها ودي. انا رايح احنا لما رحنا حضرتك نتكلم، احنا اتعاملنا باسلوب، احنا بنتعامل مع ناس بلطجيه، مش بنتعامل مع مدرسين ولا ناس داخله تعلم طلبه، دول بلطجيه. هو ده كان في الحوش ولا في الفصل؟ قدام باب المدرسه حضرتك في الحوش. الواقعه لا في الفصل يا فندم. في الفصل. تمام. وهو المفروض يا فندم، انا حضرتك لما سالنا ان ده تخصص، قال لك المفروض في عمال مسؤولين عن الكلام ده.
الطالب ده ملوش ان هو يشيل ورقه، هي الحاجه اللي تقع بس منه على هو الأقل يشيلها. يعلموهم ان محدش يرمي ورقه تحت بالظبط. منه علشان ما يتعبش العماله برضه. تمام يا فندم. ماشي. بس فهو حضرتك يا فندم جه المدير طلع ما بيتكلمش معانا بادب ولا باحترام ولا حتى باسلوب يعني مدرس تربيه وتعليم. بيتكلم معانا ان احنا بنتكلم مع واحد بلطجي. انا مش هقدر اوصفهم غير ان هم بلطجيه، لان الراجل ده مش ان هو عايزين الوالد. معلش برضه يعني ما هو حضرتك حضرتك ان هو حضرتك لما يتعدى لما يديني بالكتف اه ويجي المدرس يديني بالقلم على وشي ويديني بالرجل ويقول لي الفاظ امك وابوك والفاظ انا ما ينفعش انطقها. لو كان ينفع انطق الواقعة دي الالفاظ متصورة بكاميرا؟ اطلاقا. يعني انا رايح اصور بتصور؟ بكاميرات ولا رايح اجيب حق ابني؟ يعني ممكن يكون جوه المدرسة كاميرا لو في كاميرات انا ليا حق. يتعدى على لو حد. في كاميرات جوه المدرسه انا هدين المدرسه كلها. لو في كاميرات جوه المدرسه انا هدين المدرسه كلها. هيبقى ليا حق الادانه ليهم. لكن انا المدرس واحد يقول لك هات حبل كتفه، واحد انا قلت لهم اتصلوا لي بالشرطه، هاتوا لي الحكومه هنا. لا ادام انا قليل الادب هاتوا لي الحكومه. ما رضيش مدير المدرسه نتش من ايدي التليفون، ما رضيش يدوني لما قلت لهم هتصل بالحكومه، وجاب لي واحد امين شرطه عشان خاطر يلم الموضوع. لكن انا رفضت وجاتني ناس من الاداره عشان تلم الموضوع وانا رفضت. احنا بنتكلم دلوقتي ان المدرس وصل ان هو يعني يضرب الطالب. طيب بص يا فندم، لا احنا يوصل للموضوع ان هو يضرب الطالب بالشكل ده، يعني عايزين برضه نقول. انا عمته. لا بس انا مش هصور معلش. طيب ماشي اتفضلي. انا عمته. انا اتصلوا بيا وانا ببيع خضار، اتصلوا بيا وجريت رحت لقيت هرجان ومهرجان في المدرسه. اول ما دخلت بتقولي لي اخويا في البيت اوضه محطوط في الاوضه. بقول لها حاطينه في الاوضه ليه؟ هو حابسينه؟ هو حرامي؟ مش حرامي؟ فرد واحد من المدرس ده قليل الادب مش قليل الادب وده مش عارفه ايه، احنا هنجيب له الشرطه. قلت له هاتوا الشرطه، بص اتكلم معايا بادب، لو ليك حق هجيبه لك، لو لينا حق هناخده. المهم قعدوا يزعقوا وانا هديت اخويا وقعدنا نعمل وعايزين يكتفوه وحابسينه جوه في الاوضه. انا قعدت ازعق. فانا بقول له انت يا استاذ انت بتتكلم انت ده وده تلميذ عندك، ازاي انت بتضربه بالاسلوب ده؟ تضربه الضرب الجامد ده؟ يقول لي اضربه. قلت له يعني انت بتقول لي انت بتعترف ان انت ضربته؟ يقول لي اه واضربه كمان. قلت له كمان بتشتم يعني مرات اخويا بتقول ان هو شتم الفاظ على والدتي، انت ابن كذا وانت يعني الفاظ وسخه. فانا بقول له انت في كان المدرس ان احنا عايزين بس نوصل. كان المعلم ان يكون رسولا. انت المفروض زيك زي الرسول كده بتدي العلم للي يعيل بكل ادب وكل احترام. انت ازاي تشتم الفاظ؟ يقول لك اه شتمته وهشتمه. قلت له ايه ده كده ده اسلوب. والمدير ده مش مدير، ده احنا عايزين نتكلم دلوقتي ان عملت اي محضر ليه اللي حصل ده؟ طلعت على الاسم. طلعت على الاسم عشان اعمل محضر. ماشي. طلعت على الاسم عشان اعمل محضر. عملت محضر بايه؟ عملت محضر باهانتي انا وابني من المدرس والمدرسه. المدرسه اللي عاوز يجيب حبل يكتفني. يعني انت مثلا مش زعلان ان ابنك راح يعني بقول له لم الزباله، ولا زعلان من ان ابنك اتضرب وانت اتهنت قدام الناس كلها؟ هو لم الزباله مش تخصص احمد ابني. يعني انا تخصص احمد ابني مش لم زباله. تخصصه ان هو راجل هيروح يقعد على تخته، زي ما انا راجل صنايعي على باب الله. الزبون عندي مش تخصصه ان هو يرفع لي العربيه ويحل لي العجل. انا الزبون بيقعد على الكرسي عندي، انا بشوف طلباته وامورني حضرتك. تواصلت مع الاداره؟ الاداره معاون المباحث اسمه بلاء اتصل بالاداره ساعتها. قال لهم في مشكله هنا، والمشكله لو ما اتحلتش هنا هيضطر كده هنستدعى ايه من على طريق وزاره التربيه والتعليم، هنستدعى المدرس. فاتصل بيا الاستاذ مدير الاداره اتصل بيا وتحاور معايا. طبعا قابلتني ناس بره تبع شركه الميه شركه الكهرباء، والناس ما سكتتش معايا، وصلتني برضو لمدير الاداره. رحت له تاني يوم. ايه رده بعد الواقعه دي؟ والله هو بيقول لي حقك انا مش هفرط لك فيه، وحقك انا مش هسيبه لك. تمام. انا حتى يمكن حضرتك وانا في قلب الاداره نفسها يمكن ثبتت الكلام دوت لمدير الاداره. مدير المدرسه بعت لي ناس تقول لي حضرتك دروس الواد ومجاميع الواد وشهاده الواد نجيبها له لحد البيت من غير ما ينزل المدرسه. انا عاوزه ينزل زيه زي اي حد، ياخد صح وياخد غلط وياخد ملحق وياخد ايجابي وياخد سلبي عشان يبقى مجتهد على نفسه. احنا بنتكلم دلوقتي يعني انا بص بوريك ردوا على الواقعه دي. قال لي انا حقك مش هسيبه لك، وانا هشوف لك حقك، وحقك انا هتحقق فيه ومش هسيب لك حقك، مش هتنازل لك عنه. فانا عملت محضر في الاداره، وعملت محضر في الاسم، وبعت شكوى للنائب العام.
اهو انا لما اتهان ابني، لما يتهان في المدرسه وسط اصحابه ايه اللي حصل؟ ووالده، ضربت يعني لما ضربت ايه اللي حصل؟ انا دراعي هنا اتجزع. انا عامل بيه اشاعه في القصر العيني، وعامل بيه تقرير في القصر يعني العيني. معاك تقرير ان دراعك معايا تقرير ان دراعي ممزوق هنا في القصر العيني. تمام. ان انا دلوقتي انا راجل على باب الله، انا قعدت من الشغل، انا من ساعه الحادثه وانا قاعد في البيت. انا بنزل اقعد قدام باب الورشه هي كده. مدرسه حكومه صح؟ مدرسه حكوميه، مدرسه آه، حكوميه. حكوميه. واللي يقول لك هات حبل، واللي يقول لك هات معرفش ايه. فحضرتك طب انا إحنا كل اللي انا مثلاً بقدر اقوله، اللي انا بطلب من وزير التربيه والتعليم حاجه واحده بس: حق ابني في اهانته قدام زملاته. الطالب اللي مش عايز يروح المدرسه وحالته النفسيه زي الزفت، ومأثره على ودنه ضرب الاقلام، مأثره على ودنه مخليه قاعد في البيت. تمام. ايه اللي حصل يا احمد؟ قول لنا كده ايه اللي حصل؟ ودانك مالها؟ انت كده مش سامع يعني بيها من ساعه الضرب؟ معرفش اسمع الجنب اللي بيها. خد فيه الاقلام. فين الودن؟ انهي ودن عندك مش سامع بيها؟ بص انت حتى تلاقي خده خليه هو هنا يتكلم برضه. معلش. خليه هو الشمال. يتكلم. ايه اللي حصل بالظبط؟ عمل فيك ايه؟ يعني المستر قعد يضربني في صدري وعم نزل بالاقلام على وشي. وبعدين كل ده عشان لقاك انت بتتشاكل مع صاحبك اه بعد موضوع مدام الزباله. بعد موضوع لم الزباله، بعد ما ضربني قلت له انا هجيب لك معايا والدي بكره عشان انت مالكش انك تضربني كده علشان اما هل هات اللي تجيبه، انت هتهددني بابوك بس. تاني يوم، حتى تاني يوم لما جيت مسك احمد كده بعد ما اداني بالرجل واداني بالايد، مسك احمد كده وقال لي ابوك اللي انت جبته اهو انا ضربته لك وهنته لك. انا عاوز اعرف فين هنا بقى التربيه والتعليم؟ يعني انا مش فاهم. عاوز اوصل لسياده الوزير، انا بعت لك شكوى يا سياده الوزير. عندك ولاد غير في المدرسه؟ انا كان عندي بنوته عندها 11 سنه. اه عندي بنوته عندها 11 سنه. انا ولا بلطجي ولا قليل الادب ولا بتاع مشاكل. كان عندك بنوته؟ انا كان عندي بنوته، عندي ولد في حضانه، وعندي بنوته عندها 11 سنه. انا بنتي اتخبطت في توك توك وتوفت. انا ما رحتش قتلت سواق التوك توك، انا ما رحتش قتلته. انا لما لقيت سواق التوك توك يعني خلاص ده قضاء ربنا. انا حبستي هتفيد معايا بيه بايه؟ دي فيها حاجات فيها قضاء ربنا، فيها ما ينفعش تتدخل فيها. خلاص يعني ده نصيبها، دي ساعتها، ده وقتها. هحبسه؟ سامحت لوجه الله. انا سامحته لوجه الله، ما بدون اي مقابل، بدون اي حاجه. قلت له خلاص هي توفت والله يرحمها ويسامحها، ومسامح لوجه الله. ولا طلبت من وزاره التربيه والتعليم حق البنت، ولا طلبت من وزاره الحكومه، ولا طلبت من حد، ولا طلبت من الراجل نفسه شخصي. خلاص انا الموضوع بالنسبه لي سامحت لوجه الله وقفلت الموضوع. معايا ولدين بحاول احافظ عليهم، يعني انا معايا ولدين بحاول احافظ عليهم. مش بحاول ان انا اخليه يروح يلم زباله، مش بحاول. انا ابني مش مصاحب حد في الشارع. انا ابني بيقعد في البيت، لا اما يقعد في الورشه. اصحابه انا بفرزهم له، بنزل ابص على اصحابه، لو لقيت فيهم واحد بيقول لفظ بقول له ممنوع قعدك في الشارع. في احمد رصد فيها ولا هو متفوق علميا؟ لا هو علميا بكل سنه بيعديها، ما فيش اي ادنى مشكله. الحمد لله الحمد لله. انت ما رحتش المدرسه من يومها يا احمد؟ من يوم الثلاث ما راحش ليه المدرسه. بقى؟ قول لنا. انا عايزه بس احمد يتكلم. قول لنا يا احمد ليه؟ المستر عمله قرب المايك كده وقول سبب لنا. ان المستر عمله، يعني حتى لو ما كانش انا ابويا معايا، انا اهنت قدام صحابي، انا مش هقدر اروح. يعني انت عشان هو عم بابا قدامك وضربه كده. تقول لي لوزير التربيه والتعليم اطلب بحقي. طب يعني احنا عايزين نقول برضو ان في ناس بتقول ايه المشكله انت تلم الزباله من الفصل، تمام، او على الاقل اللي معاه حاجه يرميها في الباسكت. يا فندم انت شايف على الاقل يعني لو هنتكلم في مبدا الزباله ان الاطفال تلمها، هنقول بنتعاون مع بعض. المكان اللي احنا قاعدين فيه يبقى نضيف ولينا، اوكي، ما اختلفناش على الكلام، كلام محترم. لكن انت ما ينفعش ترد على الطالب وتقول له ايه هات اللي عندك. ما ينفعش تاني يوم تهين ابوه وتهين الطالب وتقول له اديك ابوك اللي انت جبته هنته. مدير المدرسه واجب عليه اللي انا جاي بطلب حضوره، بطلب مقابلته، ان هو يقول لي تعالى اتفضل في المكتب، ما يبقاش الحوار في قلب الحوش الرساله توصلها دلوقتي وحبل ومش حبل. انا بطلب بحقي بحقي اهانتي انا وابني ومش هتنازل عنها. انا بطلب بحق الاهانه. انا اتهنت انا وابني قدام مراتي وفي قلب المدرسه قدام الطلبه. الواد مش عاوز يروح قدام زمايله، بيقول انا حاسس ان كل زمايلي هيقولوا لي انت اتهنت انت وابوك. فانا بغنى عنه الكلام، مش عاوز اتعلم. طبعا ده ليه اثر سلبي، ويعني نفسي. انا احمد ما بياكلش. احمد ما بياكلش في البيت. يعني احمد في البيت عشان نخرجه يقعد معانا بيبقى باعجوبه من اوضته.
باعجوبه عشان ينزل يروح لتحت مثلا يقضي مصلحه، باعجوبه نفسيته زي الزفت. النهارده الصبح بصحيه بقول له قوم روح المدرسه، قال لي مش هخشها اما تردش حقك فيها في قلب المدرسه قدام زمايلي، انا بنقص منه التربيه والتعليم. يعني في ناس برضو بتقول ان ممكن يعني مش سبب لم الزبالة ده مش سبب عشان يتضرب ولي امر وابنه في قلب طب المدرسة خلاص قدام خليني الجميع. خليني ان السبب مش هيبقى الزباله. خليني ان السبب مش هيبقى الزباله. في ينفع حق ان يديك ان تضرب العيل على وشه لحد ما وشه يحمر ودنه تتعبه، يجي والده تاني يوم تجزعوا له دراعه وتهنوه انت وتشتموه؟ في تقرير طبي بالجبهة؟ انا طبعا دراعي مجزوع هنا وفي تقرير وعامل ورق في القلب القصر. يعني انا مين اللي اسمي، بلغ الشرطة، انت ولا انا اللي بلغت المدرسة؟ الشرطه، هم ما رضوش يبلغوا الشرطه، نتشوا التليفون من ايدي. يعني ولما البلاغ رفضوا، متقدم باسمك؟ انا لما رفضوا يجيبوا الشرطه ما جاتش، انا خدت بعض رحت القسم نفسه، رحت عايزين قابلت نقول معاون برضو- المباحث نفسه. بصراحه الراجل مشكور فوق قمه الاحترام والاخلاق، ما سكتش، كلم وزير، كلم مدير المنطقه التعليميه وقال لي حقك هنجيبه لك، اهدى. انا كنت في حاله انهيار في قلب القسم وانا داخل انا وابني، حتى المعاون المباحث وانا داخل بعيط اهدى 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 عشان احاول استمع لك. ولما رحت لمدير الاداره التعليميه وانا واقف بزعق وبتكلم بصوت عالي، الراجل قال لي انا مش هقدر ارد عليك، حاول تطلع اللي جواك عشان استوعب هو منك. يعني طبعا الاستاذ عاطف مدير الاداره راجل شخصيه محترمه جدا، جدا، شخصيه محترمه وهو جدا، قال لك ما يرضاهوش كل اللي بيحصل ده، شخصيه محترمه. واحنا منتظرين دلوقتي انا قرار انا الشؤون انا مش القانونية. بلطجي، انا مش تمام؟ بلطجي، انا مش بلطجي عشان خاطر اروح اقف انت قدام باب رايح المدرسه بنفسك واستناه. بتحل الموضوع بصفه وديه معاهم. بالظبط خدت كده. معاك والدتي، زوجتك؟ زوجتي وابني. تمام. حتى لما رحت يعني مش عندي واخد بلطجيه. بلطجيه مين؟ احنا بنتكلم علشان برضو نفهم الساده المتابعين لا، والمشاهدين الطلبة شايفين، الموضوع. في طلبة من المدرسة شايفين وشاهدين، وفي أبهات شايفين وشاهدين، أمهات يعني في ناس شاهده على الواقع. في ناس شايفة، بس أنا ما أعرفش أساميهم. اه يعني في ناس شايفة الواقعة وشاهدة عليها، أنا ما أعرف. الأساتذة واقفة وشايفة الواقعة، أنا ما غلطتش في حق حد. أمين الشرطة اللي جابه أنا ممكن أخليه يجيبه حقه. اللي جه من الإدارة التعليمية والشاف، أنا ما نطقتش لفظة ولا قمت هللت ولا قلت كلمة. أنا كل اللي قلته أنا بطلب محضر باللي حصل بيا في قلب المدرسة. لما نتشوا مني التليفون، لما خدت التليفون ومشيت طلعت على الاسم اشوف دي بلدي، دي ارضي، دي من حقي اطلب بيها حقي، من حقي اخاطب الناس اللي تخطف حقي، في ناس اكبر منها تحاسبها. تمام. في اي حاجه تانية عايزين لا يا فندم، انا كل اللي عاوز اقوله وكل اللي بطالب بيه انا مش هتنازل عن حقي، مش هتنازل عنه. تمام. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. ودي كانت واقعه حصلت في بولاق الدكرور في احدى المدارس. دي ببولاق كانت في المدرسه الدكرور. وشافت الواقع حضرتك. تحبي تتكلمي معنا؟ قولي اللي حصل. قولي قولي لنا كده ايه اللي حصل. قولي اللي هم انت قولي اللي حصل من غير ما حد، معلش يا جماعه ما حدش يتكلم بعد اذنكم. هي ممكن قولي اللي أنا تتكلم كنت وتقول ماشية. بتلقائيه بنفسها. يعني المدير قعد يشتم خالي وضربه صراحة، واحمد المستر شتم احمد وضربه، كان جايب الحبل كان عايز يكتفه، والمستر قعد يشتم، وماما لما زعقت له قعد يهلل اكتر ويشتم. والمدير خد التليفون من خالي وكان عايز يجيب الشرطة. جم النائب المدير العام وقف، قعدوا يحلوا الموضوع، والمدير مش ساكت. نائب اداره المدرسه، هي ما تعرفش. هي مش عارفه المسميات، بس احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل يعني، برضو على اساس انك كنت واقفه وكده معاهم يعني. والمستر كان عمال يهلل ويشتم. طيب عايزين نقول حقك ان شاء الله يرجع باذن الله. ان كنت فعلا مظلوم حقك يرجع تالت ومتلت. وعايزين احمد يروح المدرسه، لازم تروح المدرسه يا احمد. مش هدخله المدرسه لما حقه يجي. حضرتك مش هعلمه، مش هعلمه، هو مش هعلمه، مش هعلمه. عايز تروح المدرسه يا فندم، يا فندم انت ما تهنينيش، يا فندم انت ما تهنينيش وتيجي تقولي لي تعالى احمد مروحه المدرسه لما يترد له كرامته هو وابوه. غير كده يبقى احمد الله غني عن التربيه والتعليم، الله غني عن التربيه والتعليم. ده قراري انا، ده رايي انا. الله غني عن التربيه والتعليم ادام هي ده اسلوبها. يبقى الاحق بيه ورشه لما يتقال له امك وابوك انا عارف ان هو في ورشه، لما يجيني دماغه مفتوحه انا عارف ان هو في ورشه.
ورشه حرفيين بره، دي ورش. يعني احنا هنقول ان السبب الرئيسي يعني بعد لم الزباله كان احمد بيهزر مع صاحبه او بيتشاكل معاه، بيتهزروا مفيش مشكله، اصل هو مفيش عدد المدرس نزل فيه ضرب كالعادي اللي انا ممكن طبعاً ازقك. الضرب ممنوع اساسا في من الوزاره. طب انا بقى لما الوزير لما الضرب يعرف إن ممنوع في من مدرس الوزاره بيضرب حضرتك، يعني طالب. وزير التربيه والتعليم، حضرتك قطعك انا اسف، وزير التربيه والتعليم منع الضرب؟ طبعا. طب خلاص ادام هو منع الضرب، انا اتضربت انا وابني، عايزين نشوف رد الفعل بقى، عايز حقي، انا عاوز حقي. طيب احنا برضه عشان مش هتنازل عن حقي. الطرف الاخر اي حد انا يرد بعت علينا شكوى من للنائب الإدارة، أي حد العام يرد وبعت علينا شكوى من لوزاره الوزارة. التربيه والتعليم. تمام علشان حق الرد مكفول للطرف الاخر ان شاء الله، وهننتظر نتيجه التحقيقات في هذا الموضوع. ان شاء الله تروح المدرسه يا احمد باذن الله بعد ما يرجع لك حقك. احنا عارفين لو أنت ترد قد له إيه كرامته وترد له حقه وحقه يروح يعني يكمل أنت عليهم، لان هو اتأثرت نفسه يطلع حاجه بالموضوع. كويسه. هو بيقول لي انا مش عايز اطلع زيك صنايعي مش متعلم، لا انا حتى لو اتعلمت الصنعه عايز ابقى مهندس، عاوز جميل ان افيد احمد نفسي، يقول لك كده، يعني عاوز هو عايز يبقى حاجه. انت عايز عاوز- تطلع ايه يا احمد؟ قول لنا كده. انا عايز اطلع على مهندس لعيب كوره يعني. لعيب كوره؟ تعرف تلعب كوره؟ طيب احنا مش عايزينك تتاثر نفسيا من اللي حصل، وان شاء الله حقك هيرجع لك. واحنا عارفين قد ايه عندنا اطفال، وعارفين قد ايه ان الطفل لما يعني يحصل يعني يتاثر عليه معنويا بالشكل ده بيأثر على نفسيته وما بيقدرش ان هو يروح. زمايله اللي معاه في الفصل وزمايله اللي معاه في المدرسه بتاع حوالي 4 في الشارع عندنا ولاد ناس محترمين متربيين، انا مش مخلي ابني مصاحب حد كده. الحاجه نجوى درغام بتقول اتصل بالشرطه، هو ولي الامر فعلا بالفعل اتصل بالشرطه. معلش قول تاني عشان الناس اللي لسه داخله. انا اتصلت حضرتك بالشرطه أول ما رحت واتدطشوا ودي- مني التليفون. رحت ودي عشان تتفاهم على القصه دي، ازاي المدرس يضرب ابنك او يعني تسبب له في ان هو مش سامع بودانه. قول لنا ايه اللي حصل بعد كده. انا اتصلت بالشرطه، يعني انا لما لقيتهم هيجين عليا بالطريقه دي، والمدرس ضربني بالرجل واداني بالقلم والفاظ بالام والاب، انا جيت اطلع التليفون اتصل بالشرطه، مدير المدرسه نتش التليفون من ايدي وقال لي مش هديهولك. قلت له دي حاجه شخصيه مش من حقك تاخدها مني. ده تليفوني الشخصي انا، ولا تليفون تاتش ولا ده تليفون كله عباره عن بعضه زراير، يعني تليفوني كله على بعضه زراير. نتش التليفون من ايدي، ده في كاميرا عشان اصور بيه؟ يا ريت كان في كاميرا كنت اخد حقي ده، يعني كنت ادين وزير التربيه والتعليم نفسه. يعني ده لو في كاميرا، ده لو في كاميرا ادين وزير التربيه والتعليم بادارته للتربيه والتعليم. لا احنا طبعا تاخد حقك قانوني زي ماشي، ما هو انا بقول لك ده تليفون ربنا زراير يرجع حقكم. نتشوا من ايدي، فخدت بعضي وطلعت على الاسم. ومن الاسم هناك في الاسم معمول المباحث شكرا له، رجل محترم ورجل ذوق، اتصل لي بالاداره وما سابليش حقي. تقول ايه للناس اللي يعني زيك كده عندها اولياء، عندها اطفال؟ ما اسمحش بلم الزباله، ما اسمح، انا هو راح يتعلم. يعني حتى لو بالفرض قالوا ان هم دي النظافه من ايمان وبيلموا الزبالة. لا بالفرض. ممكن حضرتك احتفظ، لا ما فيش بالاسلوب ده. يعني ممكن مثلا اقصى الحدود مثلا اعاقبك، اوقفك، اضربك عصايتين على ايدك، افهمك بالدين، يعني اوصلها لك بالدين، اوصلها لك بالعلم، ان مثلا المكان اللي انت قاعد فيه يبقى نظيف زي ما انا قاعد في مكان نظيف. مش ينفع اعمل حاجه كده وابهدلها حضرتك يا فندم. تمام، لا ماشي، وصل لي المعلومه، لكن ما تقوليش اكلها لك. ما هو اكلها لك دي، انا راجل عندي كرامه. حضرتك بتتكلم هو عن اسلوب طبعا بيه المدرس مع ايوه الأطفال. طبعا. فالشاب الراجل نفسه عنده كرامه، المدرس احمد عنده كرامه. كمان اما اشوف ابوك هبقى اوريه قدام. قال له هات اللي تجيبه. فلما جيت تاني يوم واداني بالرجل واداني بالقلم والالفاظ، راح ماسكه من هدومه وقال له ابوك اهو اللي انت جبته لي اديني هنته لك. فانا مش بتنازل عن حقي. حضرتك يا استاذ علي، ودي كانت واقعه في احدى المدارس في ولايه دكرور. شكرا لمتابعه حضراتكم، وكان معكم ابتسام السعيدي.